صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. بما اننا خلاص في اخر القطاع الزراعي، فاضل لنا كام حلقه فيه ان شاء الله وننهي رحلتنا مع القطاع الزراعي. احنا عارفين يمكن ان مصر من الدول اللي عندها نقص كبير جدا في حته الجذور والشتلات، غالبا مسيطر عليها، بنستوردها بشكل كبير جدا. هنا جت الشركه بتاعتنا مصر هاتك الدوليه ودخلت في الحته دي، بدات ان هي تشتغل في الجزء بتاع البذور، وبدات تعمل فيه طفره بشكل كبير جدا ان احنا ننتج البذور بتاعتنا في مصر، تبقى طالعه من مصر بابحاث مصريه في بذور تلائم المناخ المصري، تستحمل الحراره بتاعه مصر، تستحمل العقد الصيفي والحراره القويه بتاعته، واللي يمكن ابتدينا كمان نشوف تاثيرها بشكل اقوى. ازاي ان انا استنبط كمان انواع اقوى في البذور، وان انا اوطن الفكره بتاعه البذور وتبقى موجوده في السوق المحلي من انتاج شركه مصريه مش مستورده. نشتغل في الكوسه، الخيار الارضي، نشتغل في الكنتالوب، طماطم، الفلفل الحار، اهم حاجه كمان الذره بقى، ناخد بقى الذره الصفراء، ناخد كمان الذره الحلوه، كل الكلام ده كله هم معروفين بالبذور بتاعتهم. تحيه اللي بيحاول ان هو يقلل استيرادنا وان احنا نعتمد على نفسنا في انتاج البذور والتقاوي بتاعتنا، وكل اللي بيعمل قيمه مضافه. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر، والشركه موجوده في القاهره.